ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تعملوا الفسيخ بطريقه سهله جدا، وكمان هعلمكم ازاي تختاروا البوري الصح مش الطبار. في سمكتين شبه بعض، البوري والطبار شبه بعض جدا جدا. اول حاجه هتختاري زي ما انتوا شفتوا كده، انا شاورت لكم على الزعانف بتاعتكم بتاعته اللي في الجنب كده، فيها نقطه زي نقطه موف كده. وكمان الراس بتاعته تحطي 3 صوابع، هتلاقيه عريض. والبق بتاعه كده من عند بوزه كده هتلاقيه زي اكنه نص دايره كده، مش مدبب. يعني البوز بتاعه او بقه من فوق كده مش مدبب راسه. تمام. هنغسله غسله تمام، ونحط ايدينا في الخياشيم ونطلع اي بقى حاجه مش لطيفه، نغسلها كويس جدا. اهم حاجه راسه لتحت وديله لفوق. بعد ما خلصنا غسيل حطيناه في مصفى، راسه تحت برده وديله لفوق عشان يتصفى خالص تماما. معانا هنا ملح خشن، ومش لازم خالص ملح خشن. اللي يقعد يقول لك لا لازم ملح خشن، لا خالص يا جماعه، اي ملح متوفر عندك اعملي منه. تمام. معايا هنا ملح خشن، وكمان الملح الخشن عندي مش هيكفي، فانا هزود عليه ملح ناعم عشان يكفي الكميه اللي انا بعملها. ومعايا معلقتين من البابريكا، معلقه من الشطه، معلقتين كبار كركم. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض كويس جدا، هخلطهم كويس جدا وهركنهم بقى على جنب كده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع البوري بتاعنا. طبعا بصوا انا غسلته بقى زي الفل ازاي، شايفين الخياشيم بتاعته نضيفه ازاي وحمرا كمان، انا جايباه طازه ومن مكان موثوق منه. وعينه كده بتبقى بتلمع وسودا كده. لما تلاقي العين بتاعته رمادي كده بتعرفي تماما ان هو مش طازه. شايفين شكله ولونه عامل ازاي؟ بس كده. بعد ما سيبناه يتصفى كويس جدا، هجيبه كده هنشفه بمناديل. وكمان هحط كده مناديل في الخياشيم بتاعته عشان تمتص اي ميه او اي سوائل او اي دم من السمكه. عشان احنا اي نقطه ميه هتبوظ لي السمك بتاعي او البوري بتاعي ومش هيطلع آه كويس. هعمل كل السمك اللي معايا بنفس الطريقه دي. هحطه بقى في مصفى، وهسيبه بقى ينشف خالص تحت مروحه كده لغايه ما تلاقي السمكه بصوا نشفت ازاي معاكي كده ومسكت نفسها مش طريه. همسكها كده، هسيب بقى الشوكه، هعمله زي مساج كده في ظهره كده. هخلي الشوكه تسيب من اللحمه عشان لما اجي افتحه الاقي بقى ايه، الشوكه سايبه، ما تبقاش لازقه في الفسيخ. هاجي بقى هنا الخلطه اللي انا عملتها، احط هنا معلقه صغيره في الخياشيم بتاعته، وهنا معلقه صغيره. همسكها بايدي كويس جدا كده، هقفلها عشان الملح ما يقعش، وافتح البق بتاعها. طبعا البق معصلج معايا شويه بس على مين فتحته طبعا. جيت فتحت هنا كده البق بتاعها، وحطيت فيها ملح. لو مش عايزه تحطي في بقها عادي جدا برضو، مش اجباري او مش ضروري يعني. بس انا عملته كده، عملت كل الكميه بالشكل ده كده اهوت. وبعد كده اجيب بقى كيس نضيف، طبعا زي ما انتم شايفين جديد خالص، ما كنتش عملت فيه حاجه قبل كده او مش جايبه فيه حاجه. هرش فيه كده رشه من الملح عشان الملح يطلع الفسيخ يطلع معاكي مظبوط. اول حاجه عشان يطلع معاكي حلو، الكيلو اللي فيه سمك، يعني مثلا الكيلو اللي فيه سمكتين هو 10 ايام مش اكتر. لو السمكيه كيلو بتقعد 15 يوم، لو في الصيف، لو في الشتاء 20 يوم. تمام. زي ما شايفين كده برش، مش مغرقاه قوي. على فكره حطيتي ملح كتير، ملح قليل يعني هو مش هيبوظ منك، هي بيحدق منك او يطلع مظبوط. المده اللي بتسيبيه فيها هي اللي بتحدد ده. لو سبتيه مده اكتر هيحدق. لو طلعتيه على 10 ايام بيطلع معاكي مظبوط جدا، ولا عادم ولا حادق. هرص بالشكل ده كده السمكيه خلف خلاف، وارش عليها شويه الملح بتاعنا اللي احنا عاملينه كده. وبعد كده بقى هلف الشنطه. طبعا عايزه تعملي سمكيه سمكيه تعملي 2 2، تعملي 4 4، زي ما تحبي خالص اعملي. مفيش حاجه هتعوقك ولا اي حاجه خالص. هنطلع منه، انا عملت هنا كده عملت 5 5. طبعا كل ده مش بتاعي لوحدي، انا عامله ليا ولبنتي وكده يعني. فهغلفه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، واخرج منه الهواء واحطه بقى في كذا شنطة. واخر شنطة بقى هحطها في شنطة سودا. وبعد كده احطهم اربطهم كويس جدا بستريتش، وهشيلهم بقى في علبة او في حلة، اي حاجة عندك حطيها واركنيها لمدة 10 ايام. وبعد كده انتظروني بقى ان شاء الله الفيديو الجاي
هفتح معاكم الفسيخ وهوريكم شكله عامل ازاي. بس انا حاولت يعني آه عملت لكم الفيديو ونزلته علشان خاطر لو هتلحقوا تعملوه، بس انتظروا مني الفيديو الجاي ان شاء الله فتح الفسيخ.